اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة يأتيها يا رب رزقك من كل مكان رغدا. اللهم اجعلنا لك تائبين حامدين شاكرين. اللهم اجعل بيوتنا تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة يا رب العالمين. اللهم آمين. يا رب احفظنا من كل مكروه وسوء وارزقنا ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة، أنت على ذلك قدير. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. السلام عليكم. بدنا نساوي اليوم مكمور بكوسة لنسيها أهل الشام. خلينا نحكي المكونات. عنا رب البندورة، عندي كوسة طبعا الكمية اللي انتي بدك اياها، عندي نص كيلو لحمة، عندي باقة كاملة بقدونس، عندي حبتين بندورة بدي اخلطهم بالخلاط وحطهم مع المرقة، عندي تقريبا نص كيلو لحمة، عندي بصل ترنشات، وعندي بصل ناعم، ومعلقتين رب البندورة وملح وفلفل، زيت بلدي ودبس الرمان، نقع الرز. وحبيت نوه الكوسة بهي الأكلة لازم نحفرها سميكة، لأنه بعد ما نحشيها هاي الأكلة بدها نقليها فحتاخد نص استوى. خلينا نبلش. أكيد أول شي رح نبلش بالبصل اللي نحن فرمناه، بدي ارفعه على النار لحتى أقليه شوي. رح نحط البصل ونكت الزيت البلدي نقليهم شوي. تتبيلة أنا بدي أدبلها. طبعا أنا ليش بس بدي أدبل البصل؟ لأنه لسه بده ينزل بالقلي وقت بده ينحشى. رح انزل باللحمة، الملح، الفلفل، في كتير ناس بهالأكلة بيحطوا لها بهارات، 7 بهارات، أنا لا، أنا بحب تظهر طعمة اللحمة وبس. هلا اللحمة حاجتها لأنه أساسا بدها ترجع تستوي وقت بدي أنا أطبخها. نزلت الرز حتبله، باقة كبيرة حطيت لها. بالنسبة للبقدونس حسب الرغبة، بالنسبة للحمة حسب الرغبة، كمان انتو بتحبوا تكتروا بتحبوا تقللوا. شوية دبس الرمان بنقلبها منيح ونبلش بالحشي. طبعا هي البندورة الفريش اللي انا عصرتها صفيتها، خلطتها بالخلاط وصفيتها، بدي احط معها. هلا انا بس بدي اجهز الصوص ونشوف حموضته بعدين بنكته على الكوسة. بس لحتى شوف حطيت معلقتين رب البندورة، انا بحب ركز مرقتها اول، بدنا نحط لها ملح كمان، نرجع نحط ملح، طبعا بدكم تركزيها. وهلا كمان برجع دبس الرمان تقريبا معلقتين، قليل كتير من زيت الزيتون لانه نحن حاطين بالحشوة زيت، بس بتعطيها شوية طيابة
بدي نزل البصل الترنشات تشويحة بسيطة بسيطة كتير، لأنه هي بدها تستوي ونحن عم نطبخها. نشعل النار عليها دقيقتين. بينما بس يحمى الزيت شوي. طبعا ليش ما كترنا زيت بالقلي؟ لأنه نحن هلأ الكوسة كمان بدنا نرجع نقليها حتى ما تطلع كتير الأكلة دسمة. هلا هيك يعني شوي صغيرة تشوحت. حنزل الصوص تبع البندورة ودبس الرمان، بدي خليهم يغلوا وبدي دوق حمضه وملحه. وهلا حنقلي الكوسة بعد ما حشينا. طبعا هيك بكون القلي تمام، يعني لا أقل ولا أكتر. باستمرار بدك تقلبي لحتى ما يحترق وش والوش الثاني يكون لسه ما انقلى. طبعا انا حقلي الكمية كلياتها ومباشر بطبخها. هي الأكلة بدها شغل لكن كتير طيبة، جربوها يلي ما بيعرفها وقولوا لي رأيكم. لا تنسوا المخمور الكوسة، كتير أكلة شامية بامتياز، لا تنسوها لأن هالأكلة بلشت تنقرض. خلصت القلي، نزلت على صوص البندورة، وطبعا أكيد تتأكدي من ملحة وحمضة قبل. طبعا لقيتها بحاجة لدبس الرمان، حطيت رجعت مرة تانية لأن دبس الرمان أساسا طيب، فإذا كان قليل دبس الرمانة بده ينقص من طيابتها. حاولي هيك بتهزي الطنجرة ما بتحركيها بالمعلقة لأنه الكوساية مستوية من القلي حتى ما تتقطع معك. طبعا ما بتحتاج كتير على النار لأن الكوسة مستوية. هلا الفيديو تبعي خلاص، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. برجع بذكركم اشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وذكركم بطبخات نسيناها جربوها، يلي ما بيعرفها يجربها، واللي ناسيها فكرتوا فيها. والسلام عليكم، فيديو جديد.